احلى مسا عليك يا صديقي، تعالى نتعلم مع بعضينا ازاي نحلل السهم. كتير طلبوا مني الكلام ده، عايزين طريقة مبسطة. يا عم هقول لك طريقة مبسطة جدا. هتشد الستارة لفوق وهتشد الشريط ده للآخر، تمام. هتلاقي مكتوب هنا العائد على الربح. كلام جميل. ده توزيع الأرباح، يعني الفلوس اللي بتخش جيبك. هنا مكتوب زيرو، يعني ما بيوزعش حاجة، يعني الربح اللي بيخش لك عن طريق تحرك السهم فقط، لأنه ده سهم مضاربة. كلام جميل. اللي تحتيه على طول بيقول لك العائد على السهم. السهم ده الشركة دي بتكسب من كل سهم جنيه. معناها ايه؟ معناها الرقم ده كل ما يزيد كل ما الشركة تبقى قوية، كل ما يقل يبقى الشركة ضعيفة، يبقى عدد الأسهم في السوق عدد كبير عن الطبيعي. فاهمني؟ دي حاجة التالتة، العائد على السعر. ده كل ما يقل كل ما الشركة تبقى قوية. أفهمك ازاي؟ لو قل عن العشرة يا صاحبي اطمن، السهم قوي وشركة قوية ومية مية. السهم متقيم بأقل من سعره أو بسعره العادل. فوق العشرة، من العشرة للخمستاشر يبقى معقول، من 15 وفوق يبقى السهم ده مش كويس والسعر اللي هو معروض بيه أعلى من قيمته. فاهمني؟ يعني دلوقتي هو إيه؟ متقيم 290. معناه إيه؟ معناها إنه إيه؟ متقيم 290 مرة زيادة عن سعره الأصلي. معناها السهم ده سهم زبالة وملكش دعوة بيه، سهم مضاربة. الناس التقيلة بتخش تضارب فيه، اللي هو تشتري النهاردة وتبيع النهاردة. فاهمني؟ اللي هي الميزة دي مدفوعة، واحنا انا وانت كحيانين ما نقدرش عليها. تمام. اللي داخل ب20 واللي داخل ب50 واللي داخل ب100,000 برضه احنا كحيانين. فاهمني؟ لكن اللي داخل بمليون و500,000 لا يا صاحبي، يخش يضارب. يبقى مثلا سعره 280 جنيه في اول النهار، يروح عامل امر شراء. اخر النهار يوصل ل 290 او 300 جنيه، يروح بايع ويبيع فوري. تمام. والفلوس تخش المحفظه فوري. فاهمني؟ فده مضارب. احنا مش بنضارب، احنا بنتداول. في فرق من 6 شهور لسنه عشان تكسب انت، لكن هو ممكن يكسب في نفس اليوم لان هو معاه سيوله. ما معكش سيوله وكحيان زيك زي حالاتي، خلاص خليك ايه، في التداول بتاعنا. كلام جميل. دلوقتي هو سعره العادل كام؟ 35 جنيه لحد 90 جنيه. اعلى من كده يا صاحبي ما تشتريش. يعني ده هيبقى فيه حالة انهيار الفترة الجاية. تمام. تعال نبص على سهم تاني. دلوقتي مثلا مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الناس كتيرة بنصحهم بيه بس خايفين. يقول لك يا عم هو بيتحرك في نطاق سعر معين. يا جدعان، هو السنة دي بس طلع لحد 9 جنيه ونزل تاني. تمام. دي الحاجة التانية، أنا بقيم زي ما وريتك. أول حاجة هو في توزيع أرباح 40% من سعر السهم اللي أنت دخلت بيه السوق. فاهم الموضوع؟ تاني حاجة، العائد على سعر السهم. هو دلوقتي سعره 3 جنيه. تمام. لما آه يبقى بالرقم ده يبقى حاجة قوية. فاهمني؟ يعني هو سعر السهم متقيم، أو الشركة بتاخد منه بالظبط 64 قرش. يعني من كل سهم بتاخد 64 قرش مكسب صافي ليها. تمام. اللي تحتيها على طول بيقول لك العائد على السعر. ده تحت الخمسة اهو، تحت العشرة. معناها ايه؟ جيد جدا. ومعناها السعر ده متقيم بأقل من سعره. السهم ده متقيم بإيه؟ بأقل من سعره. تمام. تعال نشوف حاجة تانية. السهم ده مثلا المصرية للمنتجات السياحية، سهم جميل ومعروف. تمام. دلوقتي هو ايه؟ فوق ال 26%. معناها ايه؟ سهم مضاربة. سهم مضاربة. معناها ايه؟ سهم حلو للناس اللي داخلين مضاربة. انا عملت لكم مثل بس ان هخش السهم ده وهوريكم ازاي تضربوا فيه، وهعمل لكم فيديو الفترة الجاية ان شاء الله. تمام. عايز استثمار امن، الرقم اللي تحت ده لازم يقل. كل ما يقل كل ما يبقى ايه؟ مصلحة ليك. تمام. اللي فوقيه على طول يقول لك العائد على السعر. كل سهم الشركة بتكسب منه 33 قرش. فإلى حد ما كويس شغال يعني. تمام. نشوف حاجة تانية. آه
مثلا مطاحن ومخابز شمال القاهرة نازل النهارده 4% لوحده. ربنا يستر على الناس اللي دخلت السهم ده. لو جينا بصينا هنا العائد على السعر 6. يعني هو السهم بياخد الشركة بتاخد من كل سهم 6 جنيه مكسب صافي. تمام. ف حرام بصراحة، هو سعره معقول يعني، ده ممكن يفرقع الفترة الجاية ويطلع يشتغل مضاربة عادي جدا. تمام. لكن ما تشتريش فيه لو انت متداول وعايز السهم كل سنة يزيد، لا ده مش هيزيد كل سنة، ده هيرجع لنطاقه الرئيسي او الطبيعي بتاعه، مش بيوزع ارباح. كلام جميل. هنشوف حاجة تانية مثلا. السهم ده هنيجي نبص يا معلم على نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، ما بيوزعش ارباح. اللي تحتها على طول العائد على السهم 4 قروش. تمام. العائد على السعر 48. معناها ايه؟ معناها هو دلوقتي متقيم باعلى من سعره، يعني سعره الرئيسي هتلاقي كام؟ تحت الجنيه. سعره الرئيسي من نص جنيه لحد 80 قرش. فهمني يا صاحبي؟ طريقة بسيطة جدا اعمل بيها وان شاء الله هتفهم الكلام اللي هقوله لك وهتطلع ربح كويس. تمام. طبعا البورصة آه، في حاجة اسمها البالونة، في أسهم آه، بتاخد صيت. فبيحصل ايه يا معلم؟ بيحصل ضخ سيولة كبيرة قوي فيه، فسعره اوتوماتيك اجباري بيطلع. تمام. فالسهم ده انت لو شايف انه الشراء اكتر من البيع فيه فاشتري فيه. يعني مثلا نخش على السهم ده مثلا مصر الجديدة للاسكان والتعمير. هنيجي نبص هنا يا فنان، اجمالي الشراء بس النهارده 43 43 مليون. تمام. والبيع 34 مليون. تمام. فسهم جميل وقوي ومقيم بأقل من سعره، وإن شاء الله الفترة الجاية هيحقق ربح كويس جدا، غير توزيعات الأرباح إن شاء الله قريب جدا برضو، فإجباري هيطلع على العيد. وأحلى مسا عليكم. ما تنسوش لايك كومنت اشتراك، دعوة جميلة. تمام. وهعمل لكم الفترة الجاية لو لقيت تصويت، لو انت كتبت بايدك في التعليقات يا محمد عايزين نعرف الفرق ما بين البيع اللحظي وال والبيع اللي بيبقى بعدها بيومين وثلاثة، وازاي نفعل ميزة البيع اللحظي، قول لي يا صاحبي واعملها لك وافعلها قدامك ونبيع ونشتري لحظي. تمام. اللي هو التضارب يعني، شغل المضاربة. يلا سلام. مع العلم انا جديد على اليوتيوب وعلى التيك توك، فطريقة كلامي شعبي قوي وبلدي، فاهمني؟ فمش هتعجب ناس كتير. فاللي مش عايز ياخد معلومة ما يتفرجش. الناس اللي داخلة ايه؟ تسمع بقى الصوت، تشوف طريقة الكلام، ده انسان مثقف متابعه، ده مش مثقف ما انتبهوش. لا يا صاحبي، خد المعلومات المفيدة من الشخص اللي قدامك. شايف انه بيقول كلام اي كلام وطريقة كلامه كويسة، يبقى ده مش فاهم حاجة. خد من اللي فاهم. دي زي ما قلت لك قبل كده هواية. معنى كلمة هواية معناها إن حاجة دارسها 100%. كلام جميل. يلا سلام. كفاية كده.